جيراني وإخوتي الكرد. أنا من مدينة جرابلس ونحن جيران لمدينة كوباني. أنا هنا في هولندا في زيارة في أستاذ زائر في جامعة تيلبورغ، ولكن جئت في ظروف مع ابنتي، لست وحدي. مع الأسف أنا لا أتقن اللغة الكردية، ولكن بالنسبة إلي ولكن أتفهم وأدرك وأستوعب الألم والمعاناة والحرقة الكردية. لم أستطع أن أفهم يعني شيئا مما قيل، ولكن أنا أستطيع أن أتخيل أن ثمة ألما قويا، وأن ثمة مسؤولية كبيرة تقع على عاتق شعوب المنطقة فيما حدث للإخوة الكرد. هذا أمر مفروغ منه، لا يحتاج حتى إلى نقاش. الآن وأنا هنا موجود معكم كنت أنظر إلى ابنتي الصغيرة التي عمرها 7 سنوات. أتمنى لها كما أتمنى لكل أبنائكم ولكل أبنائنا أن تعيش في سلام وأن لا تعاني مما عانيناه. أنا هذا فقط حلمي الوحيد، هي أن يكبر أولادنا جميعا بحب وسلام. أتمنى أيضا وبكل صدق، يعني أنا لا أريد أن أزاود على أحد، ولكن كيف يعني هل سنستطيع يوما أن نعيش جميعا بحب وبسلام وبوئام؟ حاولت فهمت قليلا مما قيل، وأدركت أيضا أن ثمة يعني عتب ولوم وشعور بالألم من بعض ومن كثير مما قيل. وسمعت اسم عبد الرزاق عيد، نعم عبد الرزاق عيد ما قاله والذي استهجنه الكثيرون طبعا. فقط أنا أتمنى أيضا من كل قلبي هذا، نحن لسنا جميعا سواء، يعني ليس الكرد كلهم سواء كما أن العرب ليسوا جميعا سواء. هناك كثير من العرب والذين ذكرهم مرة الأستاذ محمد جهاد، الذين منهم هادي العلوي والذين منهم أنا على يعني قلة حيلتي، ولكن نحن جميعا لا نوافق على ما جرى ونستنكره. ونتمنى يعني أنا شخصيا قمت فيما ترجمت، كان أول عمل يترجم من اللغة العربية طبعا اللغة التي أتقنها إلى اللغة الإيطالية، عمل للزميل الأستاذ جان دوست ترجمته إلى اللغة الإيطالية، وساهمت ضمن القلة القليلة بأن أقوم بنقل الأدب الكردي والمعاناة الكردية إلى الشعب الإيطالي وإلى المؤسسات الأكاديمية الإيطالية. كما ساهمت أيضا بإدخال اللغة، تذكر أستاذ محمد، ساهمت بإدخال اللغة الكردية ضمن اللغات الأكاديمية المعترف بها رسميا في المؤسسات العلمية الإيطالية. ولكن هذا لا يعني أكرر فقط أختم ما أقوله بهذه الكلمة. أشكر الأستاذ محمد جهاد والأستاذ جان دوست وكل من دعاني ومن أكرمني وشرفني بأن أجلس هنا. أمنيتي فقط هي أن أستطيع يوما أن أعيش يعني بين الجميع بحب ووئام، وأن نجد طريقا مشتركا. يعني نحن قدرنا أن نعيش معا، يعني هذا أنا من جرابلس، قدري أن يكون التركي من شمالي نعم، والكردي على يساري من شرقي والشركسي، وهذا قدري لا أستطيع أن أهرب من هذا القدر. أملي فقط هو أن أبناءنا أن يعيشوا أفضل مما عشناه وأن يعيشوا أجمل مما عشنا. هذا فقط كل ما أتمناه. شكرا جزيلا. شكرا.